انا شايف فرحه في لاعبين نادي السد، وكانه تم ابلاغهم انهم خلاص هم المتاهلين. هل تم ابلاغكم رسميا من الاتحاد بالصعود للدرجه الثانيه؟ والله شوف، رسميا الى الان منتظرين الرد، لكن المباراه كانت توحي انه في لجنه موجوده، في لجنه حكام، في امانه عامه الاتحاد، كشوفات رسميه، نطاق رسمي موجود في الملعب. وهذا يدل على ان المباراه كانت منسقه من الاتحاد العام لكره القدم ولجنه المسابقات، واعطاء فرع شبوه في الاذن باقامه المباراه. على هذا الضوء اللاعبين استندوا الى المباراه رسميه، وتم احتساب الثلاث نقاط لنادي السد، عشان كذا هم دخلوا في فرحه. طيب حدثنا عن طموحك مع هذا النادي وهذه التجربه مع نادي السد في مأرب. والله يا استاذ احمد، انت عارف انا طموحاتي كبيره جدا، يعني في مجال التدريب احنا نسعى ونجتهد ونثابر عشان نوصل الى ابعد الفرق. نادي السد نادي طموح، يمتلك اداره صراحه اداره طموحه جدا ونشيطه جدا، وطموحاتها انها تكون في الدرجه الثانيه وتكون ايضا في الدرجه الاولى. وان شاء الله بهذا الطموح وبهذا الاصرار ان شاء الله انهم بيوصلوا الى ما يوصلوا. الكابتن صبري عبيد، كنت معي من محافظة مأرب. شكرا جزيلا لك.